مستر محمود. نعم. الاتش ار كلمني عشان يحدد معايا ميعاد انترفيو، وسالني الراتب المتوقع قد ايه، فانا ما عرفتش ارد عليه اقول له ايه. طيب بصي، السؤال ده خبيث شويتين، واحنا كاتش ار لما بنسال السؤال ده بنسال عشان نعرف هل الشخص اللي احنا بنكلمه ده وزن البادجت بتاعتنا ولا لا. وبالتالي عايز اعرف انا حاطط المرتب الوظيفه عندي مثلا من 12 ل 16، فلو حضرتك قلت لي انك بتاخدي مثلا 12 12 ونص 13 فانت وزن الرينج، فهقول لك تعالي الانترفيو. طب لو بتاخدي 10 11 او اقل من كده برضه هقول لك تعالي عشان انت وزن الرينج. طب لو انا قلت لقيتك 17 20 25، الطبيعي ان انا اقول لك لا ما تجيش. ولو انا قلت لك تعالي يبقى في حاجه غلط، ما ينفعش اعمل كده لان انا هجيبك على الفاضي. يبقى انا لما اجي ارد على السؤال ده هعمل حاجه من الثلاثه. الحاجه الاولانيه يا اما اقول انا عايز كذا، انا عندي رقم معين مش هينفع انزل عنه، يا اما انا عارف رينج الماركت بيقول قد ايه من كذا لكذا فهقول له الرينج مش هقول رقم محدد، يا اما هقول له الاكسبكتد بتاعي، مش لازم اقول له اللي انا عايزه كام، ممكن اقول له الرينج اللي انا باخده دلوقتي انا باخد متوسط مثلا 12 13، فانك بتكسبكتي تاخدي اكتر من كده. ده واحد من الثلاث اجابات اللي ممكن نجاوبهم على السؤال ده. ونصيحه ما تقفليش مكالمه التليفون مع الاتش ار غير لما تتكلموا في فلوس، حتى لو هو ما سالكيش انت قولي له ممكن اعرف رينج المرتب، رد خير وبركه، ما ردش قولوا له طيب ماي اكسبكتيشن كذا او ماي كارنت كذا، ده مناسب بالنسبه لكم ولا لا. ما تنزليش من البيت من غير ما تعرفي المرتب كام عشان ما تدبيش مشوار على الفاضي.